بعيدة عما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات وتطورات أمنية. هذا المحور تم طرحه في المؤتمر الذي احتضنته مضايف قبيلة الجبور في الرضوانية والذي حضره قائد عمليات بغداد. عشائر حزام بغداد المحاذية لمناطق التظاهرات تعقد مؤتمرا احتضنته مضايف قبيلة جبور في الرضوانية وحضره قائد عمليات بغداد ومعاونوه، نوقش فيه إبقاء بغداد بعيدة عما يجري في المحافظات التي تشهد أزمة سياسية وأمنية أو التأثر بها لأسباب عشائرية أو غيرها، إضافة إلى تواصل دعم الأجهزة الأمنية وإسنادها في مهامها الرامية لبسط الأمن في تلك المناطق. اللي نطلبه من عشائر بغداد أن تكون موحدة في التصرف، موحدة في المنطق، موحدة بالتصريحات، موحدة بالكلام اللي يلم وحدة بغداد. نحن في بغداد موضوعنا يختلف عن بقية المحافظات. نحن في بغداد يجب أن تكون وحدة عشائرية متمسكة تحافظ على بغداد. ودائما احنا عملنا المشترك مع القوات الأمنية في التواصل وعقد المؤتمرات وعقد الاجتماعات والتوصية ومعالجة الأخطاء ومعالجة الإرهاصات اللي موجودة، هو اللي دائما يصف في مصلحة الاستقرار اللي موجود سواء أمني أو اجتماعي. قائد عمليات بغداد في كلمة ألقاها أمام الحضور أوضح أن هذا النوع من اللقاءات مع شيوخ العشائر ووجهاء المناطق في عموم بغداد تأتي من باب التواصل مع الأجهزة الأمنية وإيجاد نوع من التفاهم بين الطرفين، وأكد للعراقية أن عمليات بغداد لم تشعر بأي قلق حيال قواطع مسؤوليتها المحاذية للمحافظات التي تشهد التظاهرات ولن تتأثر بما يجري هناك. ليس لنا إشكال ولا قلق من تراجع أي همم لدى كل أبنائنا وأخواننا والناس الموجودين البغداديين في عموم بغداد وفي أطرافه من أنهم سائرون في النهج الصحيح في إسناد الدولة والعمل وتطبيقات القانون. ورغم أن مناطق حزام بغداد أغلبها ذات طبيعة زراعية ومتداخلة مع المحافظات مصدر الأزمة، إلا أنها لم تشهد فرض إجراءات أمنية استثنائية بحسب قائد عمليات بغداد، وأن الأمور تسير فيها بانسيابية. لم تكن هناك أي استثناءات. أؤكد أننا دائما مستمرين في العمل وليس لدينا أي قلق وأي شك بأي جهة من الجهات، لأننا نعرف مواطنينا ونوايا وجميعا يشاركوننا في أنهم ضد أي عمل إرهابي وضد أي عمل منافي ومخالف للقانون والقواعد. إذن مناطق حزام بغداد المحاذية للمحافظات الغربية محط اهتمام خصوصا من الجانب العشائري، كونه يشكل حلقة الوصل سكانيا بين بغداد وجوارها من المناطق التي تشهد أزمة سياسية وأمنية، وطبيعته الاجتماعية ترجح لأن يكون عامل تهدئة وقد يكون جزءا من الحل. من منطقة الرضوانية في بغداد، أمجد طليع، العراقية.